الله يرحم كبير الوالدين سي زكريا الله عليك كنحبك في الله. هاد المره تصور اخويا شي فيديو شدو الا ما قلبتهاش هي اللي قلبتني. اللهم يسر اللهم يسر اخي العزيز. فهمتي دابا معنا لامين ديال الفراقشيه هو كيصور فينا. اييه فهمتي في اطار نحكوا داكشي. الله يهدي علينا وصافي. امين. اخوان زكريا راه فراقشي، انا هو الامين ديالو. وفيا محمد راه كاين سي محمد راه كيضرب عليها الدكه. كوتكا انا كيتزون اخويا عثمان. سمعت ديك النهار شي مقنينات عندك في الدار، هذا الشيء راه نعم. ايوا يعاقبوا عليه القانون. كتغفلنا اخويا عثمان. كيفاش اخي السي حميد؟ سمعت شي مقنينات صايلين عندك في الدار. الله مرحبا. ان شاء الله كاين انتاج باذن الله. ان شاء الله خير ان شاء الله. باش ندوي على الدراري هذا الموضوع ديال الانتاج، راه الحمد لله راه تقريبا واحد 40% ديال الناس اللي باغيين ينتجوا هذا العام. ان شاء الله كاين مستقبل في الولاعه ان شاء الله. اقبال تبارك الله. كاين اقبال الاخوان بزاف. يعني لا خوف على الولاعه. لا خوفا على الولاعه، فقط خاصها تاطير. خاصنا نتولعوا في لو كادر. من غير لو كادر راه كنخربقوا حاليا. هانت اخويا القضيه ديال البارح اشنو هذا دابا؟ اش بان لك انت؟ بلاتي شوف هانا شو هذا طاير، اش بان لك؟ هذا ذكر، هذا سيدي خدا السيد على اساس نتوى. هذا ذكر. يلا اشنو قلنا هنا؟ قالوا نتوى. شوف يلا القاعده هنا كتخضعش كاع نهائيا. الشهوبيه ديال نتوى، الزغوبيه ديال الزعر ديال نتوى، كلشي نتوى. وهذا طاير هذا طاير هذا رزقو طاير. وري التيب ليسباس ديال التيب. هاد حنايا حنايا فين طاير هذا؟ هاد حنايا الصوريه. الموضوع اللي تكلمنا فيه البارح اخري يا اخي الشهوبيه ها الزعوريه ها هي ها الزعوريه الحباب والشهوبيه. دابا واش طاير هذا طاير. سير الله يسخر لك اخويا. واخا يكون مخدر، واخا يكون مخدر طاير. هذه المواصفات ديال البرانيه. هادو كنهضروا على حاله استثنائيه. يا واحد النسبه على حاله استثنائيه. ولكن هاد الشحنايه ها هي اللي عطات. لا هذيك التحنيه ديال تحت هي كتفيكسي 100%. هاي تسمع الصوت عند عزيز؟ لا لا كيتسمع قليل شويه. دونك هذه حاله من الحالات الاستثنائيه اللي كطرا في سوق الطريعه. وهنيئا الاخ. خدناكم على الموضوع. والله يا ود السعادة. الله يحفظك لينا ود السعادة. صحة الوالد. هذا حالة استثنائيين في الطيار كيوقعوا فيهم هكا وهكا وعادي جدا. اش اللي كدير هاد القضيه هي انه ولا كتكون عندك تجربه في الخلا. كتكون دوز الطيار، خرجتي اللوكار، خرجتي المراقد، صيدتي واحد السن معين، فهمت؟ وعندك دقات الملاحظه ودوزتي الطيار ديالك بالشبكه وبالكولا وخربقتيها في واحد الوقت. هذا هو اللي كاين. هادشي اللي كيخليك انك تميز بين هذه وهذه، وهذا هو اللي كاين. هادشي غدا يزو صافي. دونك كنا في الانتاج اخويا. كنا في الانتاج خويا حميد. هو مزيان كاين اقبال ديال على الانتاج تبارك الله. كاين كثير واغلبيتهم شبان. وما كنذكرش الطبقه يعني الفئه الكبيره فوق 40 عام 50 عام، حيت هذوك ما كنقولوش بانهم راهم كبروا وشرفوا. لا بالعكس، مادام انه فادوا لها وعنده الخاطر الا هو انه مازال كيتميز بواحد الطاقه شبابيه. باقي عنده الخاطر يحيد الزوانه، وباقي عنده الطير، باقي عنده الخاطر انه يرش الطير ديالو يعطيه يدوش ليه، باقي عنده الخاطر يصايب الميلونج وشويه بشويه. الانتاج هو مزيان، ولكن خاص الطير، خاص الكادر اخويا حميد. حيت دابا كنهضروا في قانون الامساك والحيازه وكنهضروا على بزاف ديال الحوايج. وهذا المشروع هذا اللي خدامه يعني دابا حاليا الجامعه مع شراكه مع المياه والغابات، راه مازال لسنا بحرين، فهمتي؟ راه المياه والغابات ماشي الناس مولوعه، ماشي مولوعين. يعني انا خاص يتخدم على قانون بعد ان شاء الله اللي هو الانتاج. حاليا نشدوا الامساك والحيازه باش شديناها، خاص الاخوان ينخرطوا. هي كما غنذكروها عاوتاني، عثمان ديما كيهضر على انخراط جمعيات كذا، ولكن راه كنحذر به. خاص تشارك عاوتاني. علاش؟ باش من بعد ان شاء الله يولي عندك الطير هذا بسميتك ديالك ملكك، مريح في القهوه، ما يهضر معك حتى شي واحد عليه. دير الغابه دير الغابه يا بابا، وسير انت عندك ورقه ديالك، سير كلشي ليك هاني. باش غتولع غادي نهضروا على الانتاج. جاونا نهضروا على الانتاج غندوزوا للطفرات، واللي عندنا الحق اننا نخدموا بالطفرات ديالنا، فهمتي؟ وتكون عندنا بصمه مغربيه. هما عندنا ناس تبارك الله كيتولعوا، ولكن واش هما حرين؟ ليس بحرين. ما يقدرش يبان، ما
يقدرش يكون ليبغ كنعرفوا دراري كيديروا بارفا وعندهم النوار عندهم تبارك ما الله يقدرش يبين هذاك الشيء يقدروا يجمعوا عليه. علاش ماشي ليبغ باش نجي نهضروا الانتاج راه ننتج ولكن واش كيبغي ينتج كينتج بشكل عقلاني والعقلانيه كتبغي انه تحدد واحد الاطار تحدد واحد الكادر وهذا الكادر هذا ما يمكنش انا خدام في النوار غادي نخدم نخرج العلانيه باش تخرج العلانيه خاصك تنخرط تحصل على البطاقه ديالك باش تحصل على البطاقه ديالك ولا عندك سميتك وعندك حق الباك ديالك والمسائل وديك الساعه قول سيدي يا سيدي. والانتاج الاخوان تبارك الله عليهم راه غادي مزيان كاين يخدم السلاكه كاين اللي ينتج السلاكات كاين اللي ينتج تبارك الله عطى واحد ديزاين زوين يعني السلاكه ديال كله كيفاش كيبدع تبارك الله الاخوان كاملين. غير وكان الحاجه الوحيده اللي كنحذر عليها هي في هذه الوقيته هذه وقت التصفيه اللي كتصفي فقط اغلبيه ديال الدراري راه باقي كيعانوا من هذا المشكل هذا وراه تواصلوا معي بزاف خويا حميد على قيد انه عنده ديالك ديال اعتماد راه وقع لنا داكشي اللي قلتي لينا في هذه السيمانه في الظرفيه انه الطياب كيموتوا لينا كيتسيفوا ما عرفناش مناش اما كيكون لا ميغا بكتيريا من بعد لي كوكسيديوز كيموت الطير وكلاو ايات هنا غادي نعقب ونقول فقط بين قوسين الطير ديالك ما تخرجش الا باقي في بدايه المنقار. بدايه المنقار ما كنعنيش بانه خاصو خاصو يكون من الكحل الابيض لا هذيك الشظيه ديك الشقفه ديال المنقار خاصها كنعتذر هذيك الشقفه ديال المنقار خاصها تحيد ما تبقاش ديك الساعه كتصلبوا مره بشويه بشويه. والماكله تبارك الله الشركه ديال دينيناتور كنوجه لها الشكر سي خالد تا هو كنوجه ليه الشكر تحياتي المولع ديالنا بخير الله يحفظك كنوجه الشكر الاخ وحسين شركه دينيناتور ديال البيرز يعني اخوان ولا كيجيبوا لنا بدي برودوي لانهم نقيين اخوان دابا تبارك الله غاديين ريفيرونس كاملين ما عندكش العذر بتقول انه خاصني نخدم واحد التخليطه راه ما كاينش كاين غير برا حاليا ولا عندك كل شيء. هذا ليس باشاره انما شكر واقع فما شكر ما بقاش عندنا عذر باننا ما نقدرش ننتجوا مقلين. كاينين بعض الاخوان اللي صراحه ما عندوش تجربه في الانتاج كما كانت ديك العام ما كانش عندي تجربه في الانتاج كنت كنعطي النصائح ودوك النصائح خدمت بهم. دونك يعني كاينين دراري ما كتصدقش لهم النصيحه ولكن يقدر يطبقها واحد اخر تصدق عليه. تمام دابا انا داكشي خدام به انا ولا جيتي خدمتي به انت اخويا ما يصدقش يقدر ما يصدقش لك فوالا علاش يقدر ما تكون عندي الاضاءه مزيانه يقدر ما يكونش عندي كولوندير يقدر انت يكون عندك كولوندير وانت عندك اضاءه لاميديتي الرطوبه عندك طالعه دونك كاينين عوامل بزاف لذلك احنا كنقولوا للناس يديروا التجربه وغادي نوصلوا واحد الرساله صورني يا خويا كاعي صوت سي حميد كاعي انا مرحبا سي حميد السلام خوتي. الرساله اللي بغيت نوصل انه الناس المواليع ديال الويدانيه حنا غنديروا جهدنا ان شاء الله بس لا انا لا الدراري اصحاب القنوات لا الدراري اللي كيحفظوا باش نزيدوا بالويدانيه لقدام ان شاء الله. ولكن المشكل اللي كاين عندنا حنا كموالع مبتدئين حيت انا مولع مبتدئ حنا موالع مبتدئين ما كاينش اللي كيشرح لنا التغريد بحال قصب الفقير منين جا شكون طير ليه الزو شكون اللي عطى الموقلين بزاف ديال التغاريد كاينين ما عارفينهمش حنا منين جاو الناس ما كاينش اللي كيشرح لنا هادشي. دونك الا بقينا غادي على هذا الحال ما فهمتي ما غنمشيو حتى شي بلاصه غنبقاو كندورو في بلاصه. الناس اصحاب اختصاص الناس اللي سابقين في الولاعه بزاف ما كرهتش انهم بداو يخرجوا لنا في فيديوهات ويشرحوا لنا التغاريد ديال الطيور بزاف ديال المواليع. كنوجه لكم تحيه من هذا المنبر لا نتوما لا المواليع الكبار انا قصدتكم صراحه قلت لكم في وجهكم بداو يشرحوا لنا التغاريد باش حنا نشدوا داك الحامل نحطوه على كتفنا ونشرحوا لولاد ولادنا حيت راه واحد النهار ما غيبقاش هذا الشيء وحنا ما غنعرفوش منين جاو هاد التغاريد. الناس ديال مراكش ما كرهناكمش تلوحوا لنا فيديوهات على هذا الشيء حيت نتوما اقرب للناس ديال الويدانيه السي خالد سليم غوباريه كاينين بزاف ديال المواليع ما كرهناكمش تطرقوا لنا هذا الموضوع وهذا ميساج لكم كاملين الا بغيتونا نحافظوا على هذه الويدانيه المراكشيه المغربيه الاصيله ولا الويدانيه المغربيه الاصيله. تماما. واخويا حميد هذه القضيه هذه اللي قلتي ديال انه ديال عري نصورك دابا باش تتشد معايا انا وصاحبي الله يحفظك شدونا بجوج. هو القضيه خويا عبد الحميد ديال الخرجات ديال التعريف بالاوكار راه كاينه في لاباج الاخ السي احمد الكوباريه وكما كايناش شي تفاصيل هو دابا انسان كبير ما غير يعني
ما غيتواصلش بزاف بشكل بحالنا حنا دي جو مثلا في الفيسبوك، ولكن على الاقل راه تبارك الله راه حاط في اليوتيوب ياك، وحاط شروحات في لاباج ديالته اللي هي احمد قباريه. لا دابا انا ما كندويش على السي احمد قباري، انا كندوي على الناس فاعلين تما اللي عندهم باجات وداك الشيء. فوالا. علاش ما تحركوش وديروا بحال هكا شروح ودروس بحال الاخ رضا الله. فوالا رضا الله كان كيدير واحد ايامات، مي دابا بان ليا شويه نقص. تحيه ليه من هذا المنبر. تحيه للساح رضا الله. بالنسبه للاخ السي احمد السي خالد سليم، نشكر الله من هذا المنبر هذا، راه حتى هو تعود له يعني المسمار كبيره ديال بصح في التعريف بعض الاوكار وبزاف وبزاف وبزاف. يعني ما كاينش نعرفوا بكلمه واحده ولا شي جمله، ما يمكنش. داك السي تا عنده فضل كبير، حتى هو كذلك في مجموعات. شوف منبع ديال الولاعه المغربيه الودانيه ياك، دابا داك المنبع حنا ما بغيناش يطفى خويا، بغينا يستمر لسنوات. تماما. بغينا حنا نوليو نحفظوا شي حاجه ديالنا، التراث ديالنا، ما نبقاوش نمشيو لمالاكا ونبقاو نمشيو. اي بطبيعه الحال. كاينين شي دراري كيحفظوا غير الخلويه، حتى الخلويه ديالنا. ولكن حنا بغينا لا خلويه لا ودانيه مورا كلشي، بغينا هادشي تنشر الثقافه هذه، تنشر ولي الناس يعتمدوا لها بزاف. وراه بزاف ديال الدراري كيراهموا الودانيه، لاحظنا هاد العامين الاخر الحمد لله الدراري كيراهموا الودانيه. واحد كيحفظ ولكن ما عارفش شنو كنلقاو انا اللي كونكور ديال مالاكا كيداروا اكثر من ديال الودانيه. وتحيه الناس ديال مالاكا، كل واحد حر انه يحفظ اللي بغى، مي حنا بغينا نحافظوا على الثقافه ديالنا مغربيه اصيله. تماما. هذه الكلمه بالضبط اللي فهمت منك اخويا عبد الحميد هو انه خاص يكون تواصل بشكل مستمر وتعريف بالاوكار، ثقافه الاوكار. فاش نقولوا ناقص بالفقير، ولا كنقولوا مثلا هذا العرف هذا مثلا الزفرده حت فرده مثلا شنو هي بالضبط؟ واش طرش يقول صح الزفرده حت فرده؟ فانها فقط واحد السميه للعرف بيناتنا حنا الدراري ديال الودانيه. بحال كيما مثلا عند الدراري ديال الكوبي كيقولوا كروفيل البيتيه مقات الكروفيل، كيفاش كنسماوها حتى هما ما عندوش هما في الباري مقات الكروفيل، وكان هذا عرف بيناتهم. تيقول الطياره شنو فيه، تيقول لي حكا كذا كذا. الله ولاو كنشوفوا مالي لا ولا، وكنشوفوا بزاف ديال اللعيبات. كنقولوا عاوتاني مانولو في كوبيه. واش كاين شي حد فهمتي يعني عرف بيناتهم حتى هما؟ حنايا هنا في الدراري الودانيين حنا عندنا واحد العرف، كاين واحد الثقافه ما يمكنش نغيروها من غدا بعد غدا تقول لي حكا الواد داك الباريام ولا هذا حدا ولا انتم حكا ولا هذه. ما فيها باس الاخوان الواحد يحك راسو ويسول. وبالنسبه للاخوان حتى هما عليهم الدور. انا باش نقول انا الدور ديال الجمعيات عاوتاني خاصو انا تزيد تواصل، ما تبقاش فقط انها كتستقبل المنخرطين ديالها فقط اجر انخراط، وانما خاص تواصل مع المنخرطين ديالها، تجمعهم دير بهم دورات تكوينيه كل مدينه، دير دورات تكوينيه. تماما، تكون انشطه مقتصره فقط على الكونكور. عندنا منخرطين، عندنا كلشي كيحفظ تبارك الله، عندنا دراري بزاف اللهم بارك. يعني خاص لقاء تواصلي، لانه بارك باش كنريحوا مثلا على الغابه والويدان، كنريحوا كنقسموه شحال فيهم تقسيمه، كنشوفوا الخطو غزال، كنشوفوا القسمات ديالها، كنشوفوا مثلا موالي الاولى، كنشوفوا هذه، كنشوف يعني تنسيق، كنشوفوا القسمات ديالو فهمت. اكدار كنشوفوا القسمات ديالها يعني كاملين، كنشوفوا القسمه ديال كل وكر، وكنفهموهم وكنخدموا الشريط، وكنبدا نقولوا الطير هذا كان كذا وهذه وهذه وهذه، وهذه القسمه هذه كنسميوها فلان فلانيه. فهمتيني كيفاش؟ فاش الطير كيبدا يتكلم كتقول لك الطير، يقول لك الطير كيتكلم كتعرف شنو غيقول. هذه ثقافه، علاش هذه ثقافه هي هذه هي كدايره. ما كاينش شي حاجه مؤرخه من غير هاد الاوكار اللي مؤرخينهم لينا هاد الناس هادو، وجزاهم الله كل خير عنا. يبقى التواصل بشكل مباشر. انا فهمتك اخويا عبد الحميد، يكون تواصل بشكل مباشر وتواصل مستمر على منصه التواصل اللي هي الفيسبوك. الرساله ديالي وسمحوا لينا الا قلت لك هذه هي الرساله ديالي، وسمحوا لينا الا قلنا شي كلمه ما عجباتكمش. المهم حنا في حرقه على الولاعه المغربيه الاصيله وصافي. هذا هو اللي كاين فهمت. حيت راه كنشوفوا انه بزاف ديال الدراري دابا كيحفظوا وكيخرجوا الريزلتا زيرو. نعطيوهم كيفاش خرجنا، ماشي بنادم كيش الطير كيحفظوا كيخبي حتى كيصول كيشارك به، ما كيعطيش البنادم كيفاش حفظوا وكيفاش داز من هاد المراحل، وشنو هو الطير اللي كيحفظ، واش العوش، واش كيفاش نتعامل مع العوش، وكيفاش ندير مع هذا الشيء. دابا اللي جينا ندويو حنا كمبتدئين كنلقاو انتقادات بزاف. اولها كيقول حتى يلاه بادي وكدوي، حتى يلاه دار وكدوي. تحياتي خويا. واحد القضيه خويا عبد الحميد اللي هي اش يكون شي بركه ورشيد وانت براسك احسن خويريه كاينين. الله يحفظك. الله يحفظك حميد دابا راه شادنا بصح شرف لي. ما غاديش ندوي خسرنا لكم فيديو.
فريقه الله يحفظك ليا الله والله يكبر اللي بك كيعرف الوداني الله يكبر بك يا اخوان الحمد لله حميد الله يحفظك ليا الله يكبر بك الله يكبر بك واحد طير في الفيرما قال لي مره واحد اللي قشعوا كيدويا عرفتي الفيرما ديال الصباح الله يعطيك الصحة والدواء سيدي الله يحفظك راه شي كنربحوا في هاد الولايات والله راه الضحك، والله النشاط لازم نضحكوا وهادي. شوف خويا عثمان باش ما نطولوش تحب عليهم. بالله، وانت كتحب الاخوان كلمه اخيره خويا. كلمة أخيرة إخوان اللي غيعطي شي شرط لشي واحد يعطيه ليه كيف ما هو ما يبقاش يحرف في الشريط. دابا الاشكال فين كاين في التحرير ديال الشريط الطير حفاظ جايب الطير كاين الكلام وكتلقى بالجباطيط بالجباطيات ماشي مغربيه باش نقولوا بالجباطيات كنقولوا توغزه فهمت باش نقولوا بالجباطيات كنسمعوا مطرقين ما نسمعش انا بالجباطيات ديول اوكي اسمح لي خويا عثمان دابا ما بنادم نسمعش لغه الحوت اسمعني. ولغه عبد الله فهمت لا دابا بنادم يسمعك الدواء الودانيه كنت كتربي الكنار اخو راه عثمان راه مولاه العسل واحد في الكومنتير عند لا اخ سير. غير العسل مولاه كبير خويا عثمان. البلومبي كيتولع كلشي كيتولع السراج كيتولع الحرادي كيتولعوا تشوفوا لي بيروكي وداك الشيء مولاه كبير خويا كلشي عثمان. كيتولع الحمد لله فهمتي كلشي شحال من واحد خلي الفيديو شحال واحد مخلي الفيديو مقابله اتصل عادي اللي هنايا اخوان ما تقابلوش اتصل قابلوا هذا السيد هذا تحياتي لكم احسن رئيس في العالم بالنسبه للوداد لا ما تسمينيش يا صاحبي ما كل شيء سميتك. ادريسي محمد خويا حموده حموده الحكم الوطني تحية لجميع المواليع الله يسخر جميع حموده المواليع كندويو على الودانيه المغربيه الوطني ديالنا بارك الله فيك الكفر. تحية لجميع المواليع الله يسخر جميع المواليع نتمنوا الخير لاي واحد والله يسخر الجميع. حموده وين جا صاحبي دابا الاخوان اسمح لي حموده الله يرضى عليك شوف حموده راه الاخوان دابا راه حنا كنهضروا في اطار انه التعريف بالودانيه كاين واحد التواصل اللي هو كاين تواصل الاخوان بيناتهم في مجموعات الواتساب ولكن راه كاين بزاف من الاخوان كيحفظوك ما عارفش الثقافه خصها تورق شنو هو الحل في نظرك واش خاص خرجت على الفيسبوك اللي حيت الفيسبوك دغيا كيتنتشر فيديوهات ولا غنبقاو محاصرين فقط على هذاك الواتساب الدور كيبقى الدور ديال الجمعيات كيبقى الدور ديالها دابا يعني الجمعيات خاص المبتدئ يبداو معاه داك الشيء تدريجي من القفص يعني القفص كيفاش خصك تتعامل مع الفرق كيفاش تجيب الفرق كيفاش توكلو واش تعطيه وكيفاش تتعامل معاه وهذه يعني داك الشيء كيبقى مرحله حتى كيتعلم ماشي من هذه الفرخ ديريكت فهمتيني ما يمكنش واحد مبتدئ تجي تعطيه فرخ حافظ ما كيعرفوش وما يعرفش يتعامل معاه وما يعرفش يكسبو خاصك تبدا معاه من الفريخ صغير فريات تعرف كيفاش يتعامل معاه كيفاش يكسبو كيفاش يبقى داك الشيء غادي تدريجي فهمتيني باش يتعلم يستافد وهكا خو واحد الكلمه نخليو الاخ السلام عليكم تحياتي الرئيس للاخوان ديالنا نسلموا على الاخوان كاملين وتحياتي للجميع لا لا الشمس يا صاحبي الشمس يا صاحبي انك ما كنشوف يلاه هاك جبدتي بحال هاك المهم الاخوان تحياتي لكم كاملين بالنسبه للكلمات اللي قال الاخ حموده لان الانسان فهمتينا الجمعيات اللي كيقوموا بواحد الدور فهمتيني لانهم كيعطروا الشباب وكيعلموهم الجمعيات ماشي غتمشي تقلب على المولوع اللي خاصو يقلب على راسو مثلا الاخ عبد الحميد وعبد الحميد اخويا عبد الحميد ديال ذاك العام وعبد الحليم ديال عبد الحميد ديال هذا العام لا تبدلوا بزاف ديال اللعيبات قلبتي على راسك كتقلب على راسك وكتسول كاين اللي كيعطيك كاين اللي ما كيعطيكش وغادي وكتسول وكتكومباري بين الصح وعندك عندك عقل كتاخذ فكره كتحللها بالعقل ديالك وما كنحسبش يعني ما ثاني لا يتعلم مستحي ومتكبر فهمتيني كيقلب على راسه وبلي كيجي فهمتيني كياخذ معلومه من عندي ومن عند هذا ومن عند هذا ومن عند هذا هو بدماغه كيحلل وكيقسم ماشي بنادم غيقول لي واحد حاجه وغنمشي انا غنبغي نطبقها وفهمتيني وانا ما مسول على ما والو ولا حاجه كتبان لي انها 0% فهمتيني ولا شي حاجه ماشي منطقيه وغيقول لي واحد غنمشي غنطبقها فهمتيني ما غنطبقش شي حاجه خاصك تعرف عند من تمشي خاصك تعرف عند من تمشي ومع من تجلس المواليع اللي خصك تعرف بالنسبه لديك الشيء نوصل لكم بزاف تاع الاخوان ادريسي ديال 2010 و2011 و2012 ماشي هو الادريسي ديال 2020 و 2024 فهمتيني بنادم كيقلب حموده ديال شحال هادي ماشي هو حموده ديال دابا عتمه ديال كل واحد كيقلب على راسو
انا اللي غتسالوا مني غديروا غير ادريسي محمد، دخلوا سولوني وغنجاوبكم. عرفت انا غنجاوبك على قناه جديده. اخوان بينغو فلوغ ومعاك حتى توصل، غنرجعوها ان شاء الله. تحياتي للجميع وتلاقاو. اخوان ادريسي غنبداو نديروا لهم اخويا فيديوهات على التغريد وكيفاش نسميو تغريد، كيفاش نسميو الكلام، لا منين شوف جا شوف داك الكلام. شوف واحد الحاجه يا اخوان، غندوي لكم بالنسبه للودانيه. بالنسبه للودانيه حافظوا غير على اللمسه الخلويه، هذا هو لا باز ديال الودانيه. ما نروموش داك الشيء، الطير ما يتحطش يضرب، فهمتيني؟ الا كانت واحد الحداديه وسط الكلام عرام ديال الكلام ماشي مشكل، دايزه وغتنقل الطير. ولكن باش غتحط ليها فرخ كله تيقول نقد ديال الحداد بلسان الحداد ونقد ديال البوح بلسان البوح، وانت اللي سوديتي ليه هادشي، كتاخذ الحداد والبوح والحسني وكتسوديهم كتزيد عليهم باتيه وكتقول لي صافي انت راه كيتقال في الخلا. خاصكم تخليو الطير يتمقن. الطير يعطينا ديك الخامه ديال الطبيعه ديالو. تعطيه الحداد والمقني، تعطيه الحداديه والمقني يتمقن، غير يتمقن. خلينا اللمسه الخلويه، ما تروموش لنا الفراغ، فهمتيني؟ وما تشدوش لنا الطير كوبيه وتحيدوا لها التشيوات وديروا فيها الباتيات وتحطهم لينا. راه شحال من واحد كياخذ تركيبه كوبيه ديال مالاكا وحيدوا لها التشيوات. المشكل اللي عندنا هو كينقصوا شي وحدين لا علاقه لها مع الوداني، مولعين بواحد النمط اخر، فهمتيني؟ ووحدين ما عندوش حتى مع التغريد، مولعين بكناري اللون والشكل هذه منها. هو كينقص يقول لك الودانيه، كينقص كيدوي على الودانيه. خصنا نحافظوا على الثقافه. وما بغاش دابا تيقول لك الثقافه، دابا تيقول لك الثقافه، تقول لك لا حق حنا خاصنا ندير واحد القانون، واحد لاباز. راه كاين بزاف ديال الثقافات عندنا في المغرب، فهمتيني؟ مثلا القسطان المغربي، السليج المغربي. واش السليج المغربي غنشدوه حنا غنردوه عصري؟ كيبقى سليج مغربي، سليج بواحد بلدي، واحد الزخرفه اللي هي مغربيه. القسطان المغربي كيبقى واحد الثقافه اللي هو مغربي. طبوريده حتى هو داخل يونسكو، داخل الثقافه البلديه. حنا باغي نحافظوا على الثقافه البلديه. وتحياتي للجميع، وسمعوني راه طولنا عليكم. لا ما نقولوا قطع الله يدير الخير، لقى السي عبد الحميد باقي معاكم. دونك خوت لا لاحظتوا ان الحلقه باش دوا خويا ادريسي غتكونوا حسيتوا بها. دونك حنا ما كنديروش فيديوهات غير هكاك، حنا باغيين نمشيو بواحد النظام اللي يكون متاثر. هذا هو البلان. راه ما كندويش على الجمعيه البيضاويه ولا كندوي على الجمعيه موب، ولا كندوي على المغاربه اللي مولوعين طائر الحسون المغربي الوداني الخلوي. والسلام عليكم. الله يعطيك الصحه اخويا عبد الحميد. خوت كان اليوم السوق الحمد لله عامر ديال بصح، عمرنيش في السوق عامر بحال اليوم الصراحه. كانوا فريخات خلويه ما بين 60 80 درهم 100 درهم، كانوا طويرات حدات 1000 ريال، كانوا طويرات في المستوى طويرات ديال التغريد باقي ما بقيناش كنشوفوهم قليل شويه. كاينين مساتر وافل موجودين. دونك شهر 12 ان شاء الله غيكونوا طويرات عند الدراري غيخليو يخرجوا فيهم، وغنولعوكم ان شاء الله داك الشيء يوصل لكم حتى للمنازل ديالكم، وبجوده ديال الصوت تكون شي حاجه بروفيسيونيل ان شاء الله كما كتسمعوا دابا ان شاء الله. وكنشكروا احسن سرباي في العالم اللي ديما كيعطينا اللعيبه. هذا كيجي من اتاي الزعتر، الاناقه والجمال ابها حله. نعم سيدي، انا الضحكه والابتسامه العز. خويا راه مولوع بالودانيه، راه كيشارك في لي كونكور وكينظم مع الجمعيه ديالو لي كونكور. والخلاصه الكلمه اللي كنقولوا للاخرى هي الله يسهل الامور والله يسهل على اي واحد كيبغي يدير شي حاجه زوينه. خلينا لكم بهذا الفيديو الخوت تهلاو في راسكم. غنمشيو نجيبوا واحد الفريخات من المحطه نشاركوهم معكم تما ان شاء الله، ونتحركوا عند خويا حسين نصوروا عنده واحد الفيديو في المستوى ان شاء الله.